لما بتكون في أي مستشفى بتعدي كده من جنب مبنى معين، ممكن يكون المبنى ده شكله عادي من بره زيه زي أي مبنى، لكنك في الحقيقة بدون سبب بتلاقي قلبك بينقبض وبتحس برعشة بمجرد ما بتقرأ اليافطة اللي على المبنى، لأنك عارف من جواك إن المبنى ده اللي شكله عادي من بره من جوه بيتحول لعالم تاني مليان بالغموض والأسرار. أهلا بكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة هنحكي قصة أغرب من الخيال حدثت بالفعل جوه مشرحة. فأنا عايزك تجهز نفسك كويس، طفي الأنوار كلها، خد نفس عميق، ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ بعم محمد اللي كان شغال حارس لمشرحة في واحدة من المستشفيات. وفي يوم بيحكي عم محمد ويقول: أنا ليا 20 سنة شغال حارس في المشرحة، وكنت شغال في وردية الليل، وكان عم صلاح بديلي بيحرس المشرحة في النهار. الدنيا كانت ماشية عادي جدا من ساعة ما اشتغلت، والأمور كانت هادية، وما كنتش بصدق في الخرافات اللي كانت بتتقال عن المشرحة من ظهور جن وأشباح وكل الكلام ده. وكنت دايما بقول لنفسي إن دول ميتين، مجرد جثث لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتحرك. المهم إن الوضع كان مستقر وكل حاجة كانت تمام، لحد ما في يوم مشؤوم بتوصل المشرحة جثة متشوهة ومتفحمة بطريقة بشعة ما شفتش في بشاعتها قبل كده. ومن ساعتها والمشرحة كلها اتقلبت، وكل حاجة غريبة بدأت تحصل جواها. الجثة دي أول ما وصلت حسيت بنفسي خايف ومرعوب بدون سبب، وحسيت كده بقبضة في قلبي. كنت أول مرة أحس الإحساس ده، ورغم إن ليا 20 سنة في المشرحة وياما عدت عليا جثث أشكال وألوان، إلا إني ما كنتش مرتاح أبدا للجثة دي، وحاسس إن وراها حاجة. المهم إن الجثة دخلت التلاجة، وفي أول ليلة كان عم محمد سهران قدام أوضته وكان بيعمل شاي، وفجأة سمع صوت كركبة جاي من جوه. عم محمد افتكر إنه بيتهيأله، أو ممكن تكون قطة مثلا أو أي حاجة، وخصوصا إنه كان لسه متمم على التلاجات اللي بتتحفظ فيها الجثث. المهم إنه محطش في باله وكمل عادي في اللي بيعمله. بس شوية وسمع نفس الصوت من تاني، بس المرة دي كان أعلى. عم محمد ابتدى يقلق وحس بحاجة مش مظبوطة، بس برضه طرد الأفكار دي من دماغه وقرر يقوم يشوف الصوت ده مصدره إيه. بيفتح عم محمد باب المشرحة الخارجي وبيدخل. المبنى كان عبارة عن طرقة طويلة، وعلى الجنبين كان في مجموعة من الأوض، وفي آخر الطرقة كانت غرفة الحفظ. بينور عم محمد الكهرباء وبيفتح أوضة أوضة ينورها ويدور فيها، فصوت الكركبة بيتكرر تاني، بس المرة دي بقى كان عالي جدا، كأن في حاجة خبطت في الأرض جامد وعملت هزة بسيطة. عم محمد بيبلع ريقه بالعافية وبيمشي ورا الصوت، فبيكتشف إن مصدر الصوت هي غرفة حفظ الجثث. عم محمد جسمه كله بدأ ينمل، وبقى سامع دقات قلبه من مكانه، وأثناء ما كان بيصارع أفكاره فجأة النور بيقطع، وفي نفس اللحظة باب المشرحة الخارجي بيقفل ببطء وهو عمال يزيق بصوت مخيف. وفي نفس الوقت صوت الكركبة والدوشة ابتدى يعلى في غرفة الحفظ. الصوت كان مزعج جدا، وكأن في حاجات بتقع وتتكسر على الأرض. عم محمد بيصرخ بقى على صوته وبيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيجري على الباب علشان يخرج. بيلحق عم محمد الباب على آخر لحظة، وهنا بتحصل المفاجأة. بيلاقي قوة خفية بتحاول تقفل الباب عليه وتحبسه جوه المشرحة. بيحاول عم محمد بكل قوته إنه ما يخليش الباب يقفل، وهو عمال يستعيذ بالله وبيصرخ بعلو صوته وبيقول يا رب، لحد ما أخيرا قدر يفتح الباب ويهرب على بره. وبيسمع الباب من وراه بيترزع جامد لدرجة إن الباب كان هينخلع من مكانه. عم محمد بياخد نفسه بالعافية وهو لسه مش مستوعب اللي بيحصل. دي أول مرة يتعرض لحاجة زي كده في المشرحة. المهم إنه قرر الليلة دي إنه مش هينام، وقام مشغل قرآن وفضل صاحي لحد الصبح. وأول ما جه عم صلاح عشان يستلم منه الوردية لاحظ إن عم محمد وشه مخطوف، وخمن إنه منامش طول الليل. ولما بيسأله عن السبب عم محمد بيحكي له كل حاجة، فبيقول له عم صلاح يا راجل تلاقيك بتهلوس ولا حاجة، أو يمكن تقلت في العشاء، ما احنا لينا سنين شغالين هنا وما فيش أي حاجة بتحصل. بس عم محمد كان متأكد إن اللي شافه كان حقيقة وما كانتش هلوسات. وتاني ليلة دخل عم محمد كالعادة علشان يتمم على التلاجات. بيفتح غرفة الحفظ والأول مرة في حياته بيبقى مرعوب. كان عمال يقرأ قرآن في سر ويستعيذ بالله، وأثناء ما هو بيتمم على التلاجات اتسمر في مكانه، وحرفيا قلبه وقع في رجليه. لقى تلاجة من التلاجات مفتوحة، ولما قرب منها بخطوات بطيئة لقى الجثة مش موجودة جواها. عم محمد حرفيا كان قلبه هيقف من الصدمة، واللي زود الرعب أكتر إن الجثة اللي اختفت هي جثة الراجل المشوه اللي كل الظواهر الغريبة بدأت
لما وصلت للمشرحة عم محمد كان هيتجنن، وبدأ يدور في المشرحة كلها، وافتكر ان الجثة اتسرقت. بس هتتسرق ازاي وهو مستلم المشرحة من عم صلاح وكل حاجة فيها كانت تمام، والجثث كلها في مكانها وكانوا متممين عليها بنفسهم؟ وفضل يسأل نفسه معقول يكون حد دخل المشرحة من غير ما ياخد باله؟ بس برضو الافتراض ده كان مستحيل، لأنه كان قاعد في غرفة الحراسة وكان متأكد 100% إن مفيش حد لا دخل ولا خرج من المشرحة. وفجأة وهو بيفكر النور بيطفي ويولع لوحده بحركات سريعة، فافتكر عم محمد اللي حصل ليلة امبارح، فجري بسرعة على الباب علشان يخرج. بس وهو على الباب حس بنسمة هوا شديدة دبت في المكان كله، لدرجة إنها خلت جسمه كله يترعش. وقبل ما يقفل الباب الخارجي بيخطف نظرة سريعة على المكان علشان يشوف بعينه قط اسود ضخم وشكله مرعب جدا خارج من غرفة الحفظ وبيبص عليه. بيقفل عم محمد الباب الخارجي بسرعة وهو عمال يستعيذ بالله وبيردد آية الكرسي بصوت عالي. والتاني ليلة بيفضل سهران لحد الصبح، ولما بيجي عم صلاح بيلاحظ علامات التوتر والتعب على عم محمد لتاني يوم، فبيبدأ يشك إن عم محمد فعلا بتحصل معاه حاجات غريبة وإنه مش بيهلوس ولا حاجة. لكن عم محمد بيقوله إنه في مصيبة حصلت ممكن تقطع عيشنا. فعم صلاح بيسأله مصيبة إيه؟ فبيقوله إن في جثة اختفت من المشرحة، وأنا بتمم على جثث امبارح لقيت تلاجة مفتوحة والجثة مش موجودة فيها. عم صلاح بيستغرب وبيسأله أنهي جثة دي اللي اختفت؟ فعم محمد بيقوله جثة الراجل المشوه اللي جات لنا آخر حاجة، وكان بيتكلم وهو متوتر جدا. لكن عم صلاح بيهديه وبيقوله تعالى نبص على الغرفة تاني. بيدخلوا غرفة الحفظ وبيفتح عم صلاح التلاجة اللي الجثة اختفت منها، وهنا كانت الصدمة، الجثة كانت موجودة في مكانها. بيبص عم صلاح لعم محمد بنظرة تساؤل، أما عم محمد كان واقف مبرق ومصدوم، وابتدى يقسم بالله إن فعلا الجثة امبارح ما كانتش موجودة وإنه مش بيخرف ولا كان بيحلم. عم صلاح كان حاسس بشيء من الصدق في كلام عم محمد، فهداه وخرجوا بره يشربوا كوبايتين شاي. وهما بيشربوا الشاي عم محمد كان سرحان ومش بيتكلم، فبيقول له عم صلاح انت بس تلاقيك اعصابك تعبانه شويه اليومين دول. فبيرجع عم محمد تاني يقسم له ان ده اللي حصل، التلاجة امبارح كانت مفتوحه وفاضيه والجثه اختفت منها. فبيهديه عم صلاح وبيقول له خلاص انا النهارده هسهر معاك في ورديه الليل ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فبيطمن عم محمد للاقتراح ده، ولما بيجي الليل بيدخلوا يتمموا على التلاجات، فكل حاجه بتبقى مظبوطه والجثث كلها في مكانها. بعدها بيخرجوا بره وبيقعدوا يحكوا ويشربوا الشاي. فعم محمد بيقول لعم صلاح انا حاسس ان كل اللي بيحصل في المشرحة ده بسبب الجثة الاخيرة اللي جت. الجثة دي شكلها ملعونة او وراها حاجة مش طبيعية. وبيسأل عم صلاح ما تعرفش صاحب الجثة دي مات ازاي وايه اللي شوهه بالشكل ده؟ فبيرد عم صلاح انه ما يعرفش، وبيقول له احنا من امتى يا محمد بنسأل عن اصل وفصل الجثة؟ انت عارف ان طبيعة شغلنا ملهاش علاقة بالكلام ده. واثناء ما هما بيتكلموا بيبدأ صوت الكركبة يشتغل، فعم صلاح بيسكت وبيركز على مصدر الصوت، وعم محمد بيبص عليه. الصوت بيتكرر وبيعلى وكأن في حاجة بتتفتح وصوت تاني لحاجة بتتخبط في الأرض. الصوت كان واضح جدا وكان مصدره المشرحة. بيبص عم صلاح لعم محمد اللي كان باصص له بصة كأنها بتقول له شفت بقى، صدقت إني مش بخرف؟ وبيقول له سمعت يا صلاح، دي البداية. فعم صلاح بيقول له تعالى ندخل ونشوف ايه اللي بيحصل. بيفتحوا الباب الخارجي للمشرحة، وأول ما بيفتحوه صوت الكركبة بيسكت وصمت مخيف بيغلف المكان كله. بينور عم صلاح الكهرباء وبيتحركوا ناحية غرفة الحفظ، ولما بيوصلوا لنص الطرقة النور بيقطع. عم صلاح وعم محمد بيتسمروا في مكانهم وبيلاقوا باب غرفة الحفظ بيفتح لوحده ببطء، والقط الأسود بيخرج منه وبيقف قدام منهم وهو مركز نظره في عينيهم. عينين القط كانت فيها لمعة غريبة ومخيفة. أما عم صلاح وعم محمد فابتدوا يستعيذوا بالله ويقروا آيات من القرآن بصوت عالي. ابتدى صوت خبط عالي ومرعب جدا يجي من جوه الغرفة، صوت خبط عامل زي الطبول اللي بيدقوا عليها قبل الحرب. بعدها بيسمعوا صوت خبط أعلى، بس المرة دي كان مصدره الحيطان اللي حواليهم، وكأن في ناس واقفة ورا الحيطة بتخبط. عم محمد وعم صلاح بيصرخوا بكل قوتهم وبيجروا على الباب علشان يخرجوا من المكان الملعون ده، لكن قبل ما يوصلوا الباب بيقفل عليهم، فبينهاروا عند الباب ويقعوا وهم ساندين ظهرهم عليه.
بعد ما جسمهم كله ساب. أما القط فكان لسه واقف قدام باب الغرفة ومركز نظره عليهم، وصوت الخبط عمال يعلى لدرجة إنهم حطوا إيديهم على ودانهم من كتر الإزعاج. وابتدى القط يقرب ناحيتهم بخطوات بطيئة. بدأ القط الأسود البشع يتحرك ناحيتهم، وفي نفس الوقت ابتدت الكهرباء ترعش بطريقة مخيفة جدا، والقط بيقرب منهم أكتر، وهما الاتنين عمالين يصرخوا ويقروا قرآن بصوت عالي. بعدها بيقوموا بيخبطوا على الباب بكل قوتهم وبيستغيثوا بأي حد بره، لكن لا حياة لمن تنادي، فبيحاولوا يكسروا الباب. ولما بيبصوا وراهم بيلاقوا بينهم وبين القط أقل من متر واحد بس. صوت الخبط بيزيد والكهرباء عمالة ترعش، وصوت صراخهم جاي بآخر الدنيا، والقط بيقرب منهم أكتر. وفجأة وهم ماسكين في الباب بيلاقوه اتفتح لوحده، والقط بينط نطة عالية جدا وبيخرج. أما هما فمن قوة الدفع بتاعة الباب بيقعوا على الأرض في نص الطرقة. بعدها الكهرباء بترجع تاني وصوت الخبط بيهدى وكل حاجة بترجع لطبيعتها. بياخدوا وقت طويل عقبال ما بيفوقوا من الصدمة، ولما بيبصوا على غرفة الحفظ بيلاقوها لسه مفتوحة، فلا إراديا بيتحركوا ناحية الغرفة وبيدخلوا. بيشغلوا الكهرباء وبيبصوا على التلاجات، والمفاجأة إنهم لما بيوصلوا لتلاجة الجثة المشوهة بيلاقوها مفتوحة والجثة مش جواها. وفي اللحظة دي بيبصوا لبعض وكل مشاعر الخوف والرعب اتجمعت جواهم، وكانوا بيسألوا نفسهم يا ترى ايه اللي بيحصل في المشرحة ده واخره ايه. بعدها طفوا النور وقفلوا الابواب كلها بالمفاتيح، وفضلوا هما الاتنين سهرانين لحد الصبح، والاتنين كانوا سرحانين ومحدش فيهم نطق بكلمة واحدة. وفي الصبح دخلوا المشرحة علشان يشوفوا الجثة موجودة ولا لا، بس المفاجأة انهم لقيوا الجثة في مكانها وكأن مفيش اي حاجة حصلت. فقرروا هما الاتنين من غير كلام ياخدوا بعضهم ويطلعوا على إدارة المستشفى ويحكوا لهم كل اللي حصل. ولما الموضوع وصل للدكتور اللي استقبل الحالة لما جت المستشفى أكد الكلام ده للإدارة، وقال لهم إن الجثة دي فعلا فيها حاجة مش طبيعية، وده بان من الأوشام والطلاسم الغريبة اللي كانت محفورة في كل حتة من الجثة. ده غير إننا وإحنا بنشرحها الجثة كانت بتغير وضعها بشكل مخيف. طقم التشريح كله كان ملاحظه وخلتنا في حالة رعب وصدمة. فبسرعة كلمت إدارة المستشفى أهل الجثة علشان تيجي تستلمها، وفعلا جم أهل الجثة الملعونة يستلموها. وأثناء ما هم بيخرجوها من المشرحة أخد عم محمد واحد من أهل الجثة على جنب وسأله عن صاحب الجثة وطلب يعرف معلومات عنه، يعني كان شغال إيه ومات إزاي والكلام ده. فبيتصدم عم محمد من اللي بيسمعه من قريب الجثة. بيقول إن صاحب الجثة كان مهووس بسكة الدجل والشعوذة والكلام ده، وكان دايما بيشتري كتب سحر، وتملي كان بيحاول يتواصل مع عالم الجن والأرواح بأي طريقة، لحد ما تحول لمريض نفسي وحياته كلها اتقلبت وبدأ يبقى عنيف جدا، وكان بيضرب ويشتم أي حد يلاقيه في وشه، وكان بيكسر أي حاجة تيجي قدامه، ومحدش بقى عارف يتعامل معاه حتى أهله في البيت، اللي آخر ما تعبوا منه خدوه لدكاترة نفسيين كتير، ولما الموضوع ما جابش نتيجة حبسوه في أوضته وقفلوا عليه. بس حالته كانت كل يوم بتصعب أكتر، وما كانتش على لسانه غير جملة واحدة بس: الشياطين عايزة تقتلني، اللي كان بيرددها دايما زي المجنون. فأهله افتكروه ممسوس وخدوه لمشايخ كتير يصلوا ويقروا عليه، لكن للأسف حالته كانت كل مادة بتسوء أكتر، لحد ما دخلوا عليه في مرة لقيوه مولع في نفسه والنار ماسكة فيه، ومحدش عارف هو وصل للنار دي منين وهم قافلين عليه. وقبل ما يحاولوا يساعدوه جري بسرعة على الشباك ورمى نفسه ونزل ميت على الأرض. فكلنا استنتجنا إن كل ده من ورا الطريق اللي كان ماشي فيه، واللي للأسف ما كانش مقدر خطورته. بيضرب عم محمد كف على كف، ولما افتكر كل اللي كان بيحصل في المشرحة الأيام اللي فاتت اتأكد إن شكه كان في محله، وإن الجثة دي كانت ملعونة فعلا، والشياطين ما كانتش سايباها حتى في المشرحة. فبيستعيذ عم محمد من الشيطان الرجيم، وفي نفس اللحظة بتخرج الجثة وهي متغطية، وبيدخلوها عربية نقل الموتى. بتمشي العربية ومعاها أهل الجثة، وبيرجع الهدوء تاني للمشرحة والأمور بترجع لطبيعتها. لكن الأحداث دي فضلت محفورة في عقل عم محمد وعم صلاح لحد النهاردة، ومش قادرين ينسوها بسهولة. وبتنتهي القصة. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ولو عجبتكم أتمنى محدش يبخل باللايك والاشتراك في القناة، لأن كل ده بيساعدنا ويشجعنا على الاستمرار. وطبعا أتمنى تدوس على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه، وطبعا تسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي.